وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إمام أحمد مسند شرح الترمذي شرح مدارة من حديث المستورد بن شداد قال مستورد ابن شداد في حديث دو بيغمبر صلى الله عليه وسلم إلى ريال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. الدنيا دم داتا آخرة عدلشة شوخ تحمو شيء كوج هوردن شو بيلق بات هوردن شو بيلن يستوي حال بيعش أتصور هو حقيقة سرير بس بيلقوا أتصل بداتا الدنيا آخرة عدلشة عدلش يعني. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. سنديرة ودنيا جمال لهم ودنيا شادة إخة تعدل شو عدل شيء خيشوا أحسن بود خيشوا بيقوا عشتوا فاضن شو بيقوا عشتوا حيوشتوا خدات أتصل بيتسغلش أق مو إخة تعدل أتصل دك عدل تعدنيا تعدل إزدك حياتش سوج أخ أيه ولا داتون سوج أخ بيوه جهلا يحسن بعضهم. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعه إلى الآخرة هذا خيلش بعضه يعني دق دنيا شادق ودستشة إخر تعدل شو إنسان دست أطل بيتسغلش أتبقى حيوشتل خندل بيتسغلش فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة أدمو دنيا شو يخشى الإلزاميات تسون إيميل ماخر بوشكو إخر تعدل شو دستش أشاد الدنيا شو عمال درجة أعدوش خيش وعتم يلسن قيوم سغلش أدمو دنيا شو يخشى الخن ميل خدو تاخ بار شون كرادو الدنيا ميل خدو تاخ إخر تعدل شو دستش ميل إزر نشكح ميل زام ناخ بيهانو الدنيا شو الدنيا شو يخشى زام إيميلو أعدو الله رزق إيميلو هم كردو الدنيا هيو تاخ إخر تعدل شو فأيما أولى بالعاقل تأخذوا الحقيقة دوتشن تو حال خداخ ديز بارتو إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة ودنيا جوك إذا قدل تعديد هم إنساني يوم حقيات إيغر تعدوت تعديد دوشتهم عدو تردوسوا بارتو يعتمودوا تردوسوا أم ترك شيء حقير صغير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمله تأخذني بعضه يديك هدو والدنيا جاتو تكيز قدلهم دات دخيدو تكيز دائما شو عبيع وقالاتش دوجدول تسعى مخبوجدول إذن دعدل هون إيغر تتسألك تسعون دقدي ان دوجدول تشقدي دوجدول أشقي وجدهم يحيي سندك وضعت تأخبار